دور الصحافة من بريس 23 أستهلها معكم أنا لامار أركندي بجولة سريعة لأهم ما تناقلته الصحف الغربية والعربية عناوينها لليوم، والبداية للصحف العربية. صالح القلام في الشرق الأوسط يتساءل بعد رحيل الأسد هل ستنتهي الآفة الطائفية؟ سعد كيوان كتب في العربي الجديد عن بوتين ولعبة الشطرنج في سوريا. رأي الوطن العمانية سوريا الأمريكي والسعي للعودة إلى المربع الأول. فاينانشال تايمز تزايد الأمل في حل سياسي بسوريا. إسرائيل اليوم الأردن دولة ضعيفة وقابلة للانكسار ومع ذلك لا زالت صامدة في المنطقة على العكس من دول إقليمية عظمى مثل العراق وسوريا. واشنطن بوست عن الاستخبارات الاقتصادية فوز ترامب واحد من أكبر 10 تهديدات للعالم. الإيكونوميست البريطانية بريطانيا العظمى قاب قوسين من التفكك. صحيفة جام الإيرانية تحدثت عن الخطوط الحمراء في مقابل إيران. وصلنا لختام جولتنا لهذا اليوم من سطور الصحافة من بريس 23. ابقوا بخير، إلى اللقاء.